مرحبا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. ورجعت لكم بفيديو جديد لليوم. قبل ما نبلش الفيديو تبعنا بتمنى من الكل يصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اليوم رح اعمل معاكم الدولمه العراقيه. انا هاي وصفه من زمان حابه اجربها. حابين تشوفوا الوصفه؟ تابعوني. واخيرا ورجعت لكم بوصفه جديده. زي ما قلت لكم باول فيديو رح اعمل معاكم الدولمه العراقيه. وصفه كتير حابه اجربها من زمان، اول مره بعملها، وان شاء الله اعملها على اصولها. يعني الشغلات المتوفره عندي حطيتها بصراحه. هلا هون حطيت تقريبا شي 5 كاسات رز قصير، وعندي لحمه ناعمه وثوم مهروس وربل بندر. لسه هحط كمان شوي صغيره، وكرافست وشبت ما عندي للاسف، بس حطيت شويه بقدونس معهم وبصله رح افرمهم هلا. وهلا هون البصل بدنا احشي بصل. سلقته شوي صغيره، بس قسمته من النص. وهون سلقته كمان نص سلقه. وهون رح افرم البندوره ناعم، ورح اعصر ليمونتين وفليفله كمان رح احشيهم. وهون بتنجان نقعته بمي وملح. تمام. وعندي كوسه هي حفرتها امبارح انا بالليل، وهاي اليبرة. تمام. يعني حطيت شوي شوي شوي، ويمكن احط حبتين بطاطا معاهم. صراحة هي كتير بتاكل وقت بدها وقت. وهلا البهارات بحكي لكم عليها كمان. انا طلعت على كذا طريقة فاعتمدت على طريقة، وفي شغلات حابة اضيفها، انه في شغلات ناقصة عندي بس حطيت الموجود عندي. تمام. بس رح اعمل على اصولها. وهون صحيح كمان اعذروني الغاز شوي وسخ. تمر هندي غليته، رح اعصره اخر شي واحطه مع بدل المي. تمام. هلا هون حطيت كل المكونات مع بعض. اللحمه حطيت نعناع يابس، دبس رمان، رديت حطيت ربل بندوره، فرمت حبتين بندوره وزيت زيتون، شويه زيت نباتي. هون عندي البهارات: ملح، فلفل اسود، كاري، كركم. حطيت شوي 7 بهارات اختياري طبعا. هلا رح احركهم كلهم سوا. هلا رح افرجيكم ليك. وعملت 3 حبات بندوره والفليفله. هذا ما رح الحق اسويهم قبل الفطور، بعد الفطور ان شاء الله الفون. الحشوه بتجنن. ولسه رح اصفي التمر هندي واحطه على الوجه، واحط كمان دبس رمان وصلصه بندوره كمان مع الصلصه. تمام. هلا هون ليكو انا حاطه طنجره كبيره، حاطه لحمه بعظمه فيه دهنه شوي، وحطيت شرايح بطاطا. تمام. وهلا عم بلف اليبرة اول شي مشان احطه من تحت، واحط بقيه المكونات. هاي الرز ليكو كيف صار معي، كيف شكله. وهاي اليبرة، هاي الكوسه والبندوره. عملت 3 حبات بندوره، حبتين فليفله، وهاي السلق والبصل. البصل سلقته نص سلقه هيك، فتحته بالنص. وهاي البتنجان بصراحه ما لقيته صغير، فرح اعمل كبير. هاي المكونات اللي عندي انا. هلا رح الف اليبرة اول شي، بعدين الكوسه، بعدين البتنجان، بعدين بقية المكونات. هلا هيك انا لفيت اليبرة وحطيت السلق طلعت سلقيته كتير، لازم ما اسلقه هالقد. هلا رح احط البصل فتحتهم، وبعدين الكوسه والبتنجان والبندوره والفلفل اخر شي. ليكو انا هيك هلا خلصت الكميه كلياتها. بعرف انه طلعت كتيره، والطنجره عندي صغيره مع انه هي اكبر شي عندي، بس ان شاء الله تستاهل التعب. انا تعبت فيها كتير بصراحه، وحاب اني اجربها. هلا هاي هدول طالعين رح احط تقال عليهن، وفي تمر هندي رح اصفيه والصوص اعمله وانا بعليه على الغاز من الصبح لتاني يوم. يعني انه بضلوا على الغاز على 3، بحطه على البطيء بصير نيفا يعني. هلا رح احاول اضغطهم لتحت، هن بس يغلوا كم غلوة بيخفسوا شوي. تمام. شايفين هلا انا هون حطيت شوية زيت زيتون وملح، وهون صفيت التمر هندي رح احطه. هلا هون انا حطيت شوية مي وشوية رب البندورة، شي 3 معالق تقريبا، ودبس الرمان كترت لانه نحن بنحبها حامضة، لانه انطلت. انا كترت تمر هندي بصراحة، التمر هندي بيعطي حموضة. نشوف هالاكلة شلون رح تطلع حامضة كتير. هلا رح احطها واحط التقال عليها، وشوي تاني انا بعليها على الغاز.
وهيك شكل الدولمة بعد ما انا شلتها عن الغاز، حطيتها على هدوء الغاز طبعا من الليل لهلا، وشوفوا شكلها مسقسقه. هلا بدي ادير شوي من المرقه بزبديه واديرها بالصدر، تمام، واقدمها معاكم. شكلها بشهي. وبهيك انا خلصت وصفتي لليوم، اندارت معي واندارت المرقه، وكان مرقه كتير. وصفه يعني لازم تجربوها، ليك كل شيء دايب. اللحمه يا بعد قبل الفطور انا نزلتها درتها، الكوسه، السلق، كله دايب. وصفه بتجنن، لازم تجربوها، بس متعبه كتير ومكوناتها كتير. ان شاء الله تضلوا بالف خير، ولا تنسوا تشتركوا بقناتي، ورمضان كريم يا رب.